السلام عليكم حبايبنا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وصفتنا اليوم رح نعمل مع بعض كيكة المندرين بالسميد الناعم. شوفوا لهالشكل بياخد العقل، شكلها وريحتها وطعمتها غير شكل. مستوية من تحت ومن فوق واخذ لون احمر بياخد العقل، ومستوية كمان من جوا. شايفين؟ كيكة عن جد كتير طيبة. خلينا نروح نشوف هلا المكونات وطريقة التحضير. اول شي عندي انا هون حبتين مندرين، شلت العصب اللي جوا مثل ما شايفين مشان ما يطلع معي بالكيكة. هذا العصب بنشيله وبنتخلص منه. عندي كمان كاستين كبار سميد ناعم، هذا السميد انعم شي. في عندي كمان بيضتين ونص كاسة كبيرة زيت نباتي مثل ما شايفين. وعندي كمان نص كاسة كبيرة سكر. وعندي كمان حبايب قلبي ظرف بيكنج باودر. في عندي كمان حبايبي فانيليا مشان اكسر من زنخة البيض، وعندي رشة ملح. وفي عندي كمان 3/4 كاسة كبيرة حليب، واذا ما عندكم حليب فيكم تحطوا بدل الحليب مي. هذه هي كل المكونات. هلا بننتقل مع بعض للمرحلة اللي بعد هاي. هلا حبايبي باخذ المندرين وبقطعه قطع صغيرة مثل ما شايفين بهالشكل مشان يسهل علي لما اطحنه. هلا بكسر البيضتين فوق المندرين بهالشكل مثل ما شايفين. كيكة روعة كتير طيبة، بنصحكن تجربوها. هلا بحط الحليب فوق المندرين، وبحط كمان زيت النباتي والسكر. بحط رشة الملح والفانيليا والبيكنج باودر. مكونات كتير بسيطة وموجودة بكل بيت. هلا حبايبي بحط كمان كاستين الكبار سميد مثل ما شايفين بهالشكل. وهلا بجيب هالمكسر الكهربائي مثل ما شايفين، وبضل بطحن فيهم لحتى يصيروا سائل ناعم خالي من التكتلات. فيكم كمان تحطوهم بالخلاط الكهربائي. هلا حبايبنا من بعد ما طحنت المكونات، انا عندي هون صينية قياس 30، حطيت لها معلقة كبيرة سمن حيواني وبدهنها كتير منيح مثل ما شايفين بأرضية الصينية وعلى الأطراف وجنابها. يعني بدهنها كتير منيح مشان ما تلزق معي الكيكة. وبحط لها كمان معلقة كبيرة قطر مشان تاخد الكيكة لون أحمر حلو من تحت. هلا حبايبنا بجيب الخليط وبصبه فوق الصينية مثل ما شايفين بهالشكل. شايفين حبايبي الخليط ناعم ما في أي تكتلات. وفيكم كمان تسووا الكيكة بالبردقان بدل المندرين حسب رغبتكم. هلا بخبطوا خبطتين هيك وبحطوا بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة تقريبا من 25 ل 30 دقيقة، وبرجع لكم لما تستوي الكيكة. وهلا مثل ما شايفين حبايبي الكيكة استوت بعد مرور تقريبا 30 دقيقة وحسب كل فرن. يعني عندي هون قطر سخن مانو سميك، خفيف شوي. هلا بقطر الكيكة بهالشكل هذا، بحط لها كبشيتين 3 وبتركها على جنب لحتى تبرد، بعدين بقطعها وبرجيكم اياها. عن جد كتير طيبة، بتمنى تجربوها، كتير رح تعجبكم. هلا حبايبنا مثل ما شايفين الكيكة بردت تماما. هلا رح اقطعها قدامكم وكمان بدي دوقها. رح اقطعها انا لاشكال مثلثة، وانتو لما بتعملوها قطعوها بالشكل اللي بتحبوه. هلا حبايبي بشيل قطعة مثل ما شايفين، بتنشال بكل سهولة مشان ورجيكم اياها ودوقها كمان.
شايفين شكلها عن جد كتير رائع، مستوية من تحت ومن فوق واخذة لون احمر من فوق وتحت ومستوية من جوا وكتير طرية. ريحتها عن جد كمان بتاخد العقل. شايفين كيف طرية من جوا؟ هلأ رح دوقها واعطيكم رأيي. يا سلام، والله عن جد كتير طيبة هالكيكة. انا اول مرة بعمل كيكة المندرين، عن جد كتير طيبة وطعمتها بتاخد العقل. فمثل ما شايفين حبايبنا، وصفتنا اليوم انتهت. بتمنى اذا عجبتكم لا تنسوني من لايك وشير الفيديو واشتراك بالقناة، تفعيل الجرس. كان معكم شيف جمال، وسلام.